في محاولة للإفلات من المصالح الأمنية، سائق هذه الدراجة النارية تم ترصده، لكن لذ بالفرار مخاطرا بنفسه وبالرجلين ليتم توقيفه في أقرب حاجز أمني. أما هذه السيدة حاولت السير على سكة ترامواي، لكن عند رؤيتها للشرطة غيرت الاتجاه، والكارثة أنها سارت في الاتجاه المعاكس. مشيتي جيتي في الرايه، عاودتي جيتي خرجتي في سوس انفيرس، من بعد دخلتي في سوس انفيرس تاع طريق، جيتي سوس انفيرس طريق اللي تدينتي جيتي فيها. دزنا من الناس شغل لكم برومو، راكب معايا صاحبي، وكاين اللي ما يخلوكش تجوز، كاين اللي يقيسوك، كاين اللي يزيرك كيف فاهمه، كاين اللي حاب نهربوا منا باش ندخلوا ديريكت منا ونروحوا. باش نيفيتي سيركيلاسيون، حبيت زعما نربح شويه وقت انا عشيت محبس. يعني راك روطار ولا شويه روطار، ساعة كان غير جست من الطريق نلحق روطار، خير ما دوكا ما نلحقش كاع. غير عالسركاله بزاف، دي فوا تقيس الناس في كاش ما على بها، قلت نيفيتي غير هنايا دخلت منا وجيت تسكن منا مي بون. ولا انا هذه الطريق شغل ولات هكذاك، ولات شغل ما تمشيش فيها اخي، طريق صامته ولات. يعني هادشي اللي خلاك على الجل هذه اللي طلعت من الفوق على الطريق هذيك تاع الحومه، وحبيت نحرق هذه شويه باش نيفيتي سيركيلاسيون ونروح اونيرجونس، عندي عمليات. المحشر لمدة شهر كامل وغرامات مالية، مخالفة السير على سكة ترامواي، وهنا كان لأصحاب الدراجة النارية الحصة الأكبر. فرقتنا بالتصدي لكل تجاوزات من قبل السائقين الذين يقومون بالسير الممنوعة بالسير كالترامواي المخصصة للترامواي، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بتطبيق القرار الولائي، ويتمثل في تحويل معظم المركبات والدراجة النارية لمدة 30 يوم للمحشر. تهور بعض السائقين في الطرقات يضعهم تحت طائلة العقوبات، والأجهزة الأمنية بالمرصاد، خاصة فيما تعلق بالقانون والسلامة المرورية.